السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الطوموبيل الاوتوماتيك وتيقول لك عطينا عليها معلومات، اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نطرقوا لها لانها اسهل طوموبيل. كما تيقولوا طوموبيل المعاكيز كتسوق راسها براسها. علاش؟ لحقاش ما فيهاش لومبرياج وما فيهاش لابوات فيتاس. لومبرياج الرجل تاع اليسار كتبقى مرتاحه، السياقه كامله كتكون برجل تاع اليمين، لحقاش عندها غير جوج لي بيدال، كاين عندها الكسيراتور وكاين الفران. هذا هو اللي غادي تحتاج بالنسبه للطوموبيل الاوتوماتيك. اللي زوين في الطوموبيل انها ساهله، كتكي على الفران وكديماري بالبوطون. يعني هي دابا امارش. غادي نجيو لابواط فيتاس ديالها، راه ما كتحتاجش انك لومبرياج بدل فيتاس، ساهله. عندنا هاد الحروف هادو كل حرف كيدل على حاجه كديرها الطوموبيل. ملي كنبغيو حنا واقفين راها في بي يعني باركي، كنجيو لهاد اللوفي كنتكيو على البوطونه وكنجيبو البي، ها هي باركي. ملي كنبغيو نتمشاو كنتكيو عاود على واحد البوطونه كاينه عندها في هذا اللوفي وكنجرو للدي. هذه هي فاش كتعطينا باللي راه خصها تمشى. مارش اريير كنرجعوها لار. هاد الان هذه شنو المعنى ديالها؟ ان هي كنستعملها ملي كنكون واقفه واحد وقفه وجيزه، عوض ما ندير بي ونعاود ندير كنرجعها لهاد الحرف الان. ساهله طوموبيل اوتوماتيك. دابا انا بغيت نتمشى غادي نجيبها للدي. لا بعدا راه بغيت نرجع للور دابا لحقاش الطوموبيل ما عنديش غادي ندير نمشي لقدام، غادي نرجعها للار مارش اريير وغادي نحيد الفران ديال. انا درت لها الار، حيدت الفران ديال اليد، رجلي باقا على الفران. مجرد ما غنحيد رجلي على الفران راه الطوموبيل كترجع للور غير بواحد القيته صغيره للكسيراتور. ما خصنيش نكسيري بزاف. هذا هو الحاجه اللي كتخوف الناس اللي كيسوقوا اوتوماتيك، سيرتو ملي كتكون طوموبيل باقا جديده دوبل في، راه كتكون عندها كيكون عندها يعني لا رياكسيون ديالها، رده الفعل ديالها كتكون كتخوف، ماشي بحال الطوموبيل ملي كتكون مستعمله. وهذا هو اللي غادي نقولوه بالنسبه للمارشارير. دابا انا رجعت مارشارير، وباش نمشيو لقدام اش غندير؟ كنتكي على الفران ونجي لهاد البوطونه هادي، غادي نرجع للدي، ندور الديريكسيون في الاتجاه اللي بغيت نمشي. هي غاديه ساهله. شو راه الكسيراتور مازال ما قصتوش، غادي الطوموبيل راسها. غادي نبغي نكسيري شي شويه كاين غيزه، يعني ماشي ضروري تكي على البيدار حتى للقاع، غير بشويه. بغيت نوقف، عاود الطريقه باش نتعامل مع البيدار غير بشويه، يعني ما كتحتاجش ديك القوه. اللي زوين في الاوتوماتيك غيعجب الخوافه كاملين كلشي بقى يقلب على الاوتوماتيك، ان هذيك العقبه اللي دايره عندهم عقبه في حياتهم بالنسبه للسياقه، ما كترجع لكش اللور. واخا تكون العقبه كما بغات تكون ما تخافش ترجع لك اللور. ونتمنى ان شاء الله يا ربي افاده للجميع، والسلام عليكم. السلام على الجميع.